النجم أحمد عز في القاسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت ارتحت. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبع، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تكسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تكسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. القاسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. ايوه يا مراد، بحب القاسة. انت كمان بتقوليها في وشي؟ ما هو حضرتك يا باشا لازم تهدى شويه. انت تسكت خالص. وانا كلمت وانا ساكت اهو. في ايه قلقاسه يا ست هانم اكتر مني؟ ولا حاجه، وعزة جلال الله ولا حاجه. قلت لك اتنيل اسكت خالص، انا حسابي معاك بعدين يا قلقاسه. ماشي، طب عن اذنكم. رايح فين؟ هفصل عنكم شويه وممكن امشي. ده انا ما صدقت اني لقيتك موجود يا قلقاسه. ما هو اللي انا عاوز افهمه لسعادتك من بدري اني انا مش قلقاسه. ايه؟ اقصد يعني اني قلقاستين، واحده صغيره وواحده كبيره، وانا بقى القلقاسه الكبيره. انت بتشرح له ايه انت كمان؟ ما هو برضه لازم يفهم احسن، ما هو عامل زي الاطرش في الزفه كده. انت بتقول ايه؟ شيل ايدك عنه يا مراد. ربنا يسترها معاك دنيا واخره. لازم تفهم يا سي مراد ان خلاص مفيش اي حاجه بتربطني بيك، والوهم اللي انت عايشه ده بانك كنت جوزي لازم تنساه خالص، انت فاهم؟ وحضرتك بتوجهي لي الكلام ليه؟ ما هو قدام حضرتك اهو. انت عارف انا ممكن اعمل في حضرتك ايه دلوقتي؟ من غير ما تقول، باين على وشك، ده وشك بينطق بالشر. ده انت ممكن تعمل حاجات كتير قوي، بس يا ريت ما تعملش دلوقتي واديني فرصه اخيره، وانا اوعد سعادتك اني ما هوبش هنا تاني. مش هو اللي قرر تيجي البيت ده ولا ما تجيش؟ لا 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 لا، انت غلطانه. هو بشكله ده وعنفوانه ده لازم هو اللي يقرر، واحنا ننفذ على طول، نحط ببقنا جزمه قديمه وننفذ. قلت لك اسكت خالص. ما هو طول ما انا واقف بينكم كده هبقى زنان قوي ومزعج. انا عايز اريحكم من ازعاجي وزني، انا عارف نفسي كويس، عشان كده حاولوا تخلصوا مني. انا فعلا هخلص منك واخلص عليك كمان. خد جلال. الله، امال فين قلقاسه؟ قلت لك من الاول ان احنا اتنين قلقاسه. حاولوا تنقلوني بسرعه المستشفى، لان حاسس ان هقطع النفس. الحقوني فولتي وقع. جلال، انت سامعني يا جلال؟ مركز معايا؟ معاك يا حسن. طب يا اخويا ما ترد عليا. رد عليك اقول لك ايه بس؟ تقول لي ايه هي الضرورة الحتمية اللي تخلي واحد غبي زي ده يمد ايده عليك يا جلال؟ سعادتك طبعا يا سي القاسة بتاع وكالة ناسا، كل الناس اللي يعرفك منهم واللي ما يعرفكش بدأوا يتمحكوا فيك وفي اسمك.
ما هي دي الإشكالية يا جلال، هي دي الإشكالية، إني قبل حكاية وكالة ناسا دي ما كانش حد حاسس بيا ولا بوجودي من أصله، وبمجرد ما ارتبط اسمي بوكالة ناسا والمريخ بدأوا بقى يحسوا بيا، اللي عاوز يبقى له قصة واللي عايز يبقى له قضية، حتى أنت يا جلال. أنا إيه بس أنت كمان؟ ما أنت شايف اللي باخده من وراك، مرة وشي يورم ومرة دماغي تتفتح. استنى بس خلينا إيه، ما هي دي طبعا نتيجة منطقية وحتمية لأي واحد ناسي نفسه وعايش على حس غير. والله يعني جديد عليك، ليه ما يبقاش كل واحد نفسه؟ الله يحلم لنفسه وبنفسه، وأكيد أحلامه دي لو حققها ممكن يبقى أحسن من 1000 واحد زي قلقاسة. خنقتوني بقى، أنا بصراحة هتجنن من الناس اللي شاغلة نفسها بالناس وناسين نفسهم. ما هو أنت السبب من الأول خالص. استنى يا عم، أنت هتعملي فيها أمير الدهاء وتطلع في الروح ليه بقى؟ ليه أنا السبب؟ ها قول لي ليه؟ هو انا اللي رحت ورميت نفسي في احضان ست مهره، ولا انا بقى اللي سرقت قصايدك وقدمتها لها على انها قصايد انا؟ بقول لك ايه يا جلال، انت اخويا، لكن يعني بالعقل والمنطق المفروض انت اللي تكون ستر وغطى عليا، تحميني من الناس. الله، وخصوصا بقى كمان انك عارف كويس قوي ان علاقتي بالناس زي علاقتي باللغه الصينيه، فاهم يعني ايه؟ لدرجه اني مش عارف افرق ما بين اللي بيحبني بجد واللي ما بيحبنيش وبيضحك عليا. علاقتك باللغة الصينية كان نفسي أضحك يا أخويا، بس مش قادر. يعني أنت مش عارف يا حسن مين بيحبك ومين بيضحك عليك. أنت مرحل كده ليه؟ صدقني أنا مش عارف. وتسمع كلامي لو شاورت لك على اللي بيحبك بجد. يا ريت بس تقولي النهاردة، عشان أنت يعني كلامك ما بيطلعش. فريدة. إيه؟ فريدة يا حسن. قلقاسة في وكالة ناسا. قلقاسة في وكالة ناسا. ما انا عارف انك بتحبيها فريدة. رامي مالكش دعوة انت بالحاجات دي. طيب؟ لا مش طيب خالص. ليه بقى؟ اصل مش انت لوحدك اللي بتحبيه. تقصد ايه يا رامي؟ توم الجيرل فريند بتاعتي، من بعد ما قابلت قلقاسة وقعدت معاها كام قعدة وهي حاسه اني اتغيرت خالص، اتغيرت قوي. وبصراحة لما سألتني ايه اللي غيرك كده يا رامي ما عرفتش اخبي عليها، وقلت لها اللي غيرني كده حسن قلقاسة. ومن يومها وهو معشش في دماغها، وبدل ما كانت بتقول لي يا روميو كالعادة بقت تغلط فيا وتقول لي يا قلقاسة. يا سلام، وايه بقى اللي جاب قلقاسة لروميو؟ ما نايل المطالب بالتمني. يعني ايه يا سي روميو؟ ده بيت الشعر اللي قلقاسة مؤمن بيه، اللوجو بتاع الباشا، ان مفيش حاجة بتيجي بالساهل، لازم ناخد الدنيا غلابة، ولو بتحبيه بجد خديه غلابة. انت عرفت الكلام ده فين يا رامي؟ البركة في سي قلقاسة. الحمد لله على السلامة يا جلال. احنا كنا في المستشفى مرتاحين، وانا بقى اللي ضايقتك ونكدت عليك. لا 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 يا منير، الله مين بس اللي قالك كده؟ ما انت سامعه يا حسن بودانك، وانا بصراحة بقى مش عارفة اعمل معاه ايه تاني. اسكتي ما تزعقيش، مش قادر مش مستحمل، نقطينا بسكاتك يا منيرة. لا بقول لك ايه يا حسن، ما هو اما يرجع عن تقل دمه دوت يا اما هسيب له البيت وامشي، مش كفايه انه قاعد لا شغله ولا مشغله. والشغله والمشغله عملوا لي ايه يا بنت الحيسي؟ ما انا زي ما انا يا اخي. بص لاخوك اتعلم مني. ما خلاص بقى يا منير، الله روحي انت دلوقتي، روحي اعملي له حاجه ياكلها. تعدل في كلامه الاول. طب بس روحي انت دلوقتي. هتاكل ايه يا سي جلال؟ اي حاجه فيها ظفر. حاضر، هشوف اخرتها معاك ايه يا جلال يا ابن قلقاسه. يا سلام يا سلام على حنيه قلبك، يا سلام على الدلع. وده دلع ده، ويجي ايه في الدلع اللي انت بتدلعه؟ ايه ده يا ساتر يا رب؟ مين انا؟ امال امي. دلع ايه؟ ومين دي بقى كمان اللي بتدلعني؟ اللي بيحبوك يا اخويا. بقول لك ايه يا عم جلال، انسى ايه؟ انسى بقى ان تكون لي اي علاقه من هنا ورايح بالارض وناس الارض، واقول لك كمان وفلوس الارض ودلع الارض. انا من النهارده في مهمه تقدر تعتبرها مهمه قوميه. اهو ده الجنان بعينه وبجد يعني. ليه بقى ان شاء الله؟ كل اللي حواليك ده مجرد كلام وبس. كلام ايه يا جلال؟ الكلام اللي عامل زي شحنة كهربية متسربة. ازاي يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. انا عرفت ان اللي مرشحين لوكالة ناسا 20 واحد، وما تتصدمش من اللي هقوله لك، ممكن اي حد في ال20 دول ينجح الا انت، والعجيب ان انت مصدق. يا ساتر عليك يا سماوي. طب اقول لك على حاجه، انا مصدق يا جلال. مش فاهم ايه الثقه اللي عندك دي؟
شوف يا جلال يا كهربائي، انا من يوم ما عرفت وانا حاسس اني بجد على سطح المريخ، مش لسه هطلع له. يا نهار اسود ومضلم. وايه بقى ان شاء الله اللي هيضلمه؟ انقطاع التيار الكهربائي عن دماغك كلها يا حسن. الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا. جئتك من سبأ بنبأ يقين. يا ساتر يا رب، خير يا بدوي، بس عشان خاطري يا بدوي، وحياة اقول لك ايه، مفيش حاجه حلفك بيها. لو في اي خبر مرتبط بالارض ومشاكلها انا مش عايز اسمعك، ولو سمعتك غالبا مش هرد عليك. عهدتك اعقل من هذا. اخلص يا بدوي، اخلص يا بدوي باللغه العربيه الكتيره دي، قول اللي عندك. الخبر الاول وهو الابسط كي امهد الطريق للخبر الثاني وهو الانكد. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه يا بدوي قول. سعادة الناظر يسأل عنك. سعادة الناظر يسأل عنك، خير. يريد أن يربطك ومدرسته في عقد واحد. مش فاهم. لأن جموع الصحفيين لم يستطيعوا الوصول إليك، ما دفعهم للذهاب إلى محل عملك المدرسة، وهناك فتح الناظر فاه هكذا ونطق بما لا يصدق. ليه؟ قال ايه؟ نسب علمك وعقلك وفهمك لعقله وعلمه وفهمه، وقال لهم إن المدرسة ومعامل المدرسة والمناخ العلمي في المدرسة هم الأسباب الحقيقية الذين دفعوا حسن قلقاسة إلى العلم وصولا للمريخ. المدرسة اللي كنت بشتغل فيها مدرس كشكول، بدرس كل حاجة، وفي الآخر يخصم مني نص أجري. لا، ومعامل المدرسة اللي كانت عاملة زي معامل الترشي، وانا اللي اسستها ونظمتها واشتريت لها كل الاجهزه اللي فيها. نسي هذا ولم يتبقى له سوى مخالب وانياب يتثبت بها على جسدك حتى تحسب عليه، وبكده يبقى الناظر له فيك. ادي الخبر الاول. امال الانكد هيبقى عامل ازاي؟ الحجر حجر ماذا يا بدوي؟ الحجر المريخي. وما له؟ وجدوه اخيرا. احقا ما تقول؟ اين؟ ولاقوه مع مين؟ انتظر يا حسن. لقوه مع مين؟ اخلص اديك في وشك. للاسف في بلد مجاور لنا يهمهم قوي ان الحجر ده ينسب ليهم اكتشافه، وان يكون اكتشف في الارض اللي بيدعوا انها ارضهم. يا نهار اسود، اهو باع لهم الحجر؟ يا فري ايه مالك يا رامي، في ايه؟ انت قاعد هنا في اوضتك وعازله نفسك ومش حاسه بحاجه خالص. ايه اللي حصل يا رامي؟ قول بقى ما تبقاش رزل. مين اللي مع بابا تحت؟ وهعرف منين يعني؟ ما انا ما نزلتش من اوضتي من الصبح. امال الحب ايه واستشعار عن بعد وقاعده بتشتغليني؟ مين يا رامي؟ ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا من مريخ. حسن، طب وايه اللي جابه لبابا؟ يكونش جاي يتقدم لك ويخطبك؟ ايه؟ لا، بس انا ما افتكرش. ليه بقى ما تفتكرش؟ لان الحوار اللي داير ما بينهم واخد شكل شد وجذب قوي، وممكن يشتبكوا بالايادي. راح فين يا فري؟ هشوف ايه حكايه التشابك بالايادي دي. طيب وانت مالك يا اخي؟ حاجة غريبة جدا يا اخي، دي حاجتي وانا حر فيها. يعني ايه الكلام ده؟ حاجة وبمتلكها وعارف قيمتها، ولقيت اللي يعرف يقدر قيمتها بعتها له، انا حر. في غلط في سوء اختيارك للي بعت لهم الحجر. ايه ده؟ انت جاي تغلطني كمان وفي بيتي؟ ما انا لو كنت اعرف انك هتبيع الحجر للناس دي انا كنت اخدته منك باي شكل واي طريقة. يعني ايه باي شكل واي طريقة؟ يعني مش بعيد كنت احرقك باي مادة سامة في اي معمل حقير. حسن، وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي، وحسبت لكوا يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوة صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. الآسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية،
مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية.